الفيديو هذا باش يكون مخصص للتحدث عن جلسة وزير الدفاع البارح بتاريخ 20/11/2020 فيما يخص الميزانية اللي سيتم إقرارها، فيما يخص البرامج اللي باش تعتمدها وزارة الدفاع فيما يخص ميزانية 2021. ابقوا معنا، معكم أمين بصفحة لمحة عسكرية. كما نشوفوا، طلبت وزارة الدفاع التونسية مبلغ 4.3 مليار دينار أو حوالي 1.6 مليار دولار لميزانية 2021، لكن تم منحها 3.4 مليار دينار، يعني 1.2 مليار دولار ابتداء زاد من عام 2023 باش تقوم القوات الجوية بالتخلص التدريجي من اسطول المتقدم طراز F5 والحصول على طائرات مقاتلة جديدة وحديثة. وأيضا حسب كلام وزارة الدفاع ستكون هناك مفاجأة يعني أنظمة دفاع جوي جديدة. لا نعرف أنظمة دفاع جوي محمولة يعني على الكتف أو أنظمة دفاع جوي يعني قصده هو يعني نظام كامل متكامل، يعني باش نشوفوا. إذا ثم ثلاثة حاجات أو برامج معتمدة من قبل وزارة الدفاع، واللي هي باش تكون مهيكلة على ثلاثة برامج عملية تتمثل في السياسة القطاعية للمهام إلى جانب برامج القيادة والمساندة. البرامج هذه تكون في التدخل العسكري ببرامج الفرعية المتوزعة على التدخل البري، عندك البحري والجوي، عندك الإسناد اللوجستي التقني والإحاطة بالعسكريين. بالنسبة للصفقات اللي تم إعلانها حسب وزير الدفاع البارح، 83 سيارة قتال متنوعة، الشروع في اقتناء منظومة رادارية جديدة متوسطة وبعيدة وبعيدة المدى، عندك رادارات تكتيكية قصيرة المدى. هذا الشيء اللي حكينا عليه وقلنا ماشي الصفقة ماشي لتركيا، ماشي لشركة موجودة في إسبانيا واللي سبق وتحدثنا عليها في منشور سابق. إذا عن اقتناء مجموعة طائرات بدون طيار بتكلفة 72 مليون دولار. بتتر هذه التكملة متاع الصفقة اللي حكينا عليها متاع الأنكاس التركية. بالنسبة 8 طائرات تدريب بتكلفة 140 مليون دولار عفوا. الشروع في تصنيع جولتين بين القطاع العام والخاص. بالنسبة للزي باش يكملوا كما نشوفوا نحن بعض من العسكريين ينزلوا بالزي الأخضر، إذا باش يكملوا لهم الأزياء بتاعهم. بالنسبة لتجديد المواقع التدريب العسكرية، الرفع في خلايا الاستعلامات والمعلومات، وسيتم التركيز على المجال الاستخباراتي، وخاصة النقطة اللي حلمت عليها انه الاعوام هذه كل نجي وراهم وراء الامن المعلوماتي او سايبر سيكوريتي. هي النقطة ذي باش يركزوا بالكدا على السايبر سيكوريتي. بالنسبة للنقطة اللي بعدها التدريبات الخارجية كل من القوات الخاصة والتدخل والطلائع الموصلة في تركيز منظومات مراقبة ورادارات أرضية تابعة للهيبة الأمريكية والألمانية، منظومات مضادة للطائرات والصواريخ موجهة مضادة للدبابات، تجديد عدد كبير من الأسلحة، منظومة دفاع جوي، دبابات إلى آخره. بالنسبة حسب ما سمعت ومنيش متأكد، هذين النقطتين هذوما كان سي بوسيبل يعني تزيدوا تأكدوهم لي يعني توما زادة، خاصة فما برشا عباد تبع معايا. اسكو مودرنيزاسيون تاع دبابات. وبالنسبة للنقطة متاع اقتناء مروحيات جديدة اسكو صحيحة ولا. وبالنسبة لمنظومة متاع المضادة للدبابات، هذه حاجة سهلة ياسر يمكن اقتناعها عن طريق هبات أمريكية، ماهيش مشكل المودرنيزاسيون ولا لاكيزيسيون تاع الدبابات جديدة حكاية أخرى. أما هذا اللي باش تقعد نقطة يعني الاستفسار متاعي هي صفقات مروحيات جديدة. إذا ما تنساش تعملوا لايك وسبسكرايب. حبيت جوست نعمل لكم فيديو بطريقة مختصرة، فما جديد عملونا ابديت ابعثونا على الباج، فما اي حكايه ابعثوا لي ام بي. ديزولي العباد الكل راني مانيش نتبع برشا بور لو مومون، سوف كو يعني انت حبيت نعمل فيديو ونربح الوقت نوصلكم معلومه تخص انت متابعينا الكرام. متنساوش تعملوا لايك وسبسكرايب. باي باي ناس كل.